وقررت ان انا اشارككم احلامي. لما حلمت بالبيت وقلت ان انا نفسي في بيت 4 حيطان يلموني انا وولادي، بس انا ما حلمتش ببيت صغير. ولما بطلبه من ربنا ما بطلبش حاجة صغيرة، اصل خزاينه كبيرة قوي ومليانة كتير قوي، وقادر يحقق لي حلمي بزيادة قوي 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 قوي. كرم ربنا كبير وخزاينه ما بتفضاش. فلما اجي بطلب حاجة كبيرة وانا عارفة انها هتحصل. عارفين انا بنفسي في ايه؟ مش شقة في عمارة، انا نفسي في بيت بتاعي يكون بيت بجنينة. الدور اللي تحت يبقى الاستقبال الضيوف. انا ما بيجيليش ضيوف بس هيجيلي اكيد. ويكون مطبخ كبير اعرف اتحرك فيه براحتي، اصلا المطبخ بتاعي صغير. فانا عايزة مطبخ كبير قوي، يكون فيه البوتاجاز ويكون فيه ديب فريزر ويكون فيه التلاجة، وهجيب غسالة اطباق كمان. بصراحة بقى انا نفسي فيها قوي، يعني ترحمني بقى من غسيل المواعين وايدينا اللي قشفت. وايه كمان؟ ويبقى عندي صالة كبيرة ويكون فيها كمان ليفينج، نبقى قاعدين بنتفرج انا والولاد على التلفزيون ومتجمعين كده مع بعض، ونعمل سناك كده، فشار بقى والشيبسيات وحاجات. الدور اللي فوق بقى يبقى أوضة النوم، يبقى فيه أوضة لتوتة وأوضة لحبيبة، دي أوض البنات، وأوضة لكريم وأوضة لإبراهيم، دي أوض البنات الولاد، وأوضة ليا أنا لوحدي، تبقى اللي هي الغرف الماستر دي اللي هي فيها دريسنج وفيها حمام خاص وبتاع. ويبقى فيه اللي هو الروف، يبقى فيه روف كده كبير ونحط فيه شواية عشان نشوي بقى في الأيام الحلوة زي بتاعة العيد اللي جاي ده. كل سنة وانتم طيبين، عيد أضحى كريم علينا كلنا يا رب. يبقى بقى فوق السطوح الشواية، ويبقى فيه برضو قاعدة عشان لما يجيلي ضيوف من الغاليين عليا نطلع فوق ونشوي فراخ بقى ولحمة وحاجات. أنا عايزة كمان في البيت يبقى فيه جنينة، جنينة كبيرة واسعة، أزرع فيها بقى كل اللي أنا عايزاه، ويكون فيها شجر مثمر، مشمش وخوخ ومانجا واستفندي وبرتقان وتفاح. انا نفسي قوي ازرع شجرة التفاح. ويبقى فيها مكان كمان ازرع خضرة، البقدونس والكزبرة والنعناع، حوض صغنططة كده. وكمان عايزة مكان اربي فيه فراخ وبط، واخد كل يوم الصبح بيض منهم. اصل انا بحب الحاجات دي قوي. اي نعم انا ما عشتهاش بس بحب اتفرج عليها قوي. انا مشتركه في قنوات كتيره قوي اقعد اتفرج عليهم، بالذات بقى اللبنانيين. الريف عندهم مختلف تماما عن الريف عندنا، بحب حاجاتهم قوي. ليس على الله بعزيز، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أنا قلت شارككم كده حلمي وعارفة إن هو جاي جاي. أصل أنا ثقتي في ربنا كبيرة قوي، مش عارفة هيتحقق إزاي ولا بكام، ده بكتير قوي، بس خزاينه ما بتفضاش، خزاينه مليانة وكرمه كبير قوي. في ثانية يقلب لك الدنيا ويخليها تحت رجليك. ايه رأيكم؟ حلو الحلم ده؟ من ضمن الحاجات اللي نفسي فيها، نفسي في الشقة يكون في مكان للصلاة وبس، يعني المكان ده يبقى للصلاة بس. ويبقى في مكان كده مكتبة برضو. انا عاملة المكتبة هنا، انتوا شفتوها في الفيديوهات القديمة. عاملة المكتبة وحاطة فيها الكتب بتاعتي، اللي اسحب كده من على الكنبة، هي كنبة بمكتبة في الظهر، اسحب الكتاب وانا قاعدة على الكنبة واقعد اقرأ. لا انا نفسي بقى المكتبة دي تبقى جوه ركن الصلاة اللي في البيت، ويكون في بسين
او بول بقى يعني عشان الناس يبقى في بول عشان الولاد ياخدوا راحتهم بقى، ما نروحش في حته غريبه، ده في بيتنا محدش شايفنا، براحتنا بقى ونبلبط طول الصيف. اصل انا بحب الميه قوي في الصيف وبتحر جدا، بس بحب الصيف ما بحبش الشتاء. وايه تاني؟ هنجيب بقى ايه؟ فاكرين الغساله اللي انا قلت لكم عليها؟ هي في ناس قالت لي دي احلام يقظه وان مفيش غساله من اللي بتطبق دي، بس جايز يخترعوا، او جايز اخترعوا واحنا اللي ما شفناش، جايز. عارفين، هو الموضوع يطلع قدامكم كبير قوي، بس هو فسفوسه كده عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني في ثانيه ممكن الاقي نفسي قاعده في البيت اللي انا قاعده احلم بيه دلوقتي، هيبقى ليه مواصفات تانية. وهعمل طبعا لوكيشن تصوير، لا لوكيشن ايه ده، احنا هنصور في البيت كله، احنا هنهري الدنيا تصوير ساعتها. مش هبطل اطلع لكم، هفضل اطلع برضو، اصل بصراحه حبيتكم قوي. وفي شويه ناس على القناه كلامهم سكر. اي نعم في تعليقات تسد النفس من الطرفين مش من طرف واحد، او طرف بيستهبل وعامل نفسه من الطرف مش هنركز في تعليقات تسد النفس، بس قدامها في تعليقات سكر تفتح النفس وتخلي الواحد كده يعمل فيديوهات كتير. حقيقي ببقى نفسي ارد عليكم واحد واحد وواحدة واحدة، بس حقيقي بتبقى التعليقات كتير قوي ومفيش وقت، خصوصا اليومين دول بقى في الامتحانات. انا قاعدة على اللابتوب اطبع. بالمناسبة اصلا انا عندي لابتوب يعني مهكه كده، عندي من 2010. هو اي نعم بيطلع عيني على ما ياخد الامر ويقعد، لو نقعد جنب منه نستنى يخلص، بس يعني بالبلدي كده حمارتك العارجة تغنيك عن سؤال اللئيم. وانا لو هصور بره، احنا الورقة عندنا بجنيه ونص وب2 جنيه، وانا بصور كمية ورق اليومين دول مش عايزة اقول لكم، صعبة صعبة صعبة. فانا عندي برينتر كانون كنت جايباها من 4-5 سنين كده مستعملة ب700 جنيه، واللابتوب عندي من 2010. فانا زبطتهم الايام اللي فاتت كده، بما ان انا بصور ورق كتير قوي. انا بصور الاتنين ثانويه وتانية ثانوي يعني، يعني انا مش عايزه اقول لكم، كل ما افتكر ان السنه الجايه هيبقى ثانويه عامه اخر سنه يجي لي سرعه زي ما انتم شايفيني كده. وعندي اولى اعدادي، وعندي كان كريم KG2، فكان برضو بيحتاج حاجات تتصور، فروحت مظبطه البرينتر كانت عايزه حباره، واللابتوب كان عايز نسخه ويندوز جديده، ظبطتهم وشغلتهم. فانا في الايام دي بقى مزنوقه ان انا عماله بصور في ورق، اصور في ورق، اصور. كل ما يجيبوا لنا حاجه على الجروبات، طبعا انتوا عارفين جروبات المدارس، كل ما يبعتوا لنا حاجه اخش على اللابتوب اطبعها. ده الحمد لله والله العظيم، حمارتك العرجة تغنيك عن سؤال اللئيم. انا لو كنت بكمية الورق دي نزلت صورت، كنت هشحت على باب السيدة. اكيد عشان اصور بس. الحمد لله، فضل ونعمة يا رب من عندك، كله خير. قلت اطلع لكم فيديو كده سريع، اصل انا لو كسلت عن الفيديوهات القناة هتقع، وهي فعلا وقعت. زائد بقى الناس اللي بتلعب معانا لعبة مش حلوة، اللي بيروحوا داخلين متابعات متابعات متابعات، ويروحوا لاغيين المتابعات متابعات متابعات عشان يوقعوا القناة. ده غير ان قناة التيك توك كانت بتتهكر النهاردة. عادي عادي، ما بيفرقش، اللي يعمل قناة يعمل 10، الحاجات دي ما بتزعلنيش خالص. بس عايزين بقى نصحصح شوية، لايكات، كومنتات، شير كتير، عشان خاطر القناة تصحصح تاني. احنا ما صدقنا ان احنا الدنيا ظبطت شوية، فشدوا حيلكم معايا. وزي كل فيديو، دي مش نهاية الفيديو، دي بداية الرحلة. اشوفكم على خير، تصبحوا على خير، سلام.